السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة بقى بجد يا جماعة غاية في الأهمية. وهو بس قبل بقى ما ابدأ في الفيديو عايزة اقول لكم كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا رب يا رب يعني يكون من افضل الرمضانات ليكم. هو بالنسبة لي رمضان هيكون مختلف جدا. اولا اول مرة هيبقى انا عندي امتحانات ودراسة في رمضان كده، يعني واول مره واول رمضان ليا معاكم، يعني اول رمضان كده اكون معاكم على يوتيوب. وانا واثقه انه هيكون من احلى الرمضانات بالنسبه لي، مهما حتى لو كان في دراسه وكده، بس مادام معاكم فاكيد هيكون رمضان حلو جدا. المهم بقى فيديو النهارده، وهو اكيد قريت العنوان، وهو 11 فكره لازم تفتكروها قبل بدايه رمضان. فيديو مهم جدا جدا ومفيد جدا. مهما كانت الافكار فيه تقليديه معروفه، بس انا واثقه ان هي هيفيد ناس كتير وهيفكر الناس بحاجات بافكار كانت ممكن تكون واقعه منهم. واللي انا طالباه منكم ان الفيديو عايزه ناس كتير تتفرج عليه، تعملوا بقى شير مع اصحابكم، تفرجوا قرايبكم عليه. وهيكون لي انا الاجر وانتوا الاجر، والناس كلها تاخد ثواب العمل اللي هي بتعمله. ودلوقتي هنبدأ في الفيديو، بس مهم بقى كده قبل ما نبدأ في الفيديو عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة لو مش مشتركين من زرار سبسكرايب الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي أنا بقدمها. وعايزاكم تعملوا شير زي ما قلت لكم الفيديو، او تفرجوه لحد قريبكم كده، يكون لينا الثواب وانتوا الثواب وناخد اجر كبير. يلا بينا نبدأ في الفيديو. اول حاجة ولازم تعرفوها ان الصيام مش بس امتناع عن الاكل والشرب، ولكن امتناع من كل العادات السيئة زي السب والشتيمة الغيبة والنميمة. ولو حد وجه لكم حاجات زي ديت هتقولوا له اللهم اني صائم. كتير بيفضل استخدام معجون الأسنان بدل أو عن السواك في نهار رمضان، وغير ان استخدام السواك سنة وصانا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، الا انه ليه فوائد كتير في تطهير الفم وتبييض الأسنان وتسهيل الهضم. كتير مش بيلحقوا يخلصوا ختم القرآن في رمضان، وده بسبب انهم بيأجلوا القراءة لآخر ايام رمضان. والمشكلة دي ممكن نحلها بطريقة سهلة جدا، وهي انه بعد كل صلاة ممكن نقرأ 4 صفحات بس، وال4 صفحات دول عدد قليل جدا، فنقدر ان احنا نقرأ بتركيز وفهم، وفي نفس الوقت على نهاية رمضان نكون ختمنا ان شاء الله. رابع فكرة، وهي فكرة حلوة جدا وممتازة لخسارة الوزن في رمضان، وهي انه في اخر وقت بنهاية الصيام بيكون اكتر وقت بنكون تعبانين وجعانين فيه، لكن في الوقت بالذات سهل جدا ان انتوا تخسوا، انكم تخسروا الوزن من خلال الرياضة. فحاولوا في اخر نص ساعة من الصيام ان انتوا تعملوا تمارين خفيفة، ما تكونش تقيلة وان هي تهلككم التمارين ديت، ان هي تهدكم، لا تكون تمارين خفيفة حتى لو انتم قاعدين كده. خامس فكرة معايا، بدل ما تقعدوا تستنوا اذان المغرب بالدقايق، ممكن تشاركوا في تحضير الفطار. وما تنسوش كمان نية افطار الصائم عشان اجرها كبير باذن الله. بلاش تفطروا او تبدأوا افطاركم على مية، او تبدأوا بالاكل على طول زي او عصير. الافضل انكم تفطروا بتمر او رطب او بلح على حسب لهجتكم. سابع حاجة معايا، ما تخلوش جوعكم وتعبكم يحرمكم من اجر دعاء الافطار، عشان في الدقايق دي بيكون الانسان تعبان على الاخر وفي امس حاجته لربنا، فعشان كده استغلوا الدقايق ديت في الدعاء، عشان دي فرصة كبيرة جدا لاستجابة الدعاء باذن الله. وحاجة كمان بقى، ما تنسوش تدعولي معاكم في الوقت ولكم بالمثل. كلنا طبعا عارفين كابوس البنات في رمضان، وخصوصا بعد الفطار، وهي المواعين والوقفة عشان نغسلها، وانها بتسبب تعب كتير للظهر والرجل والايد. بس ممكن نستغل الوقت في ذكر الله مع من استغفار وتسبيح، او ممكن تسمعي قرآن لصوت شيخ بتحب التفسير بتاعه، ومع التكرار هتحفظي السورة. وممكن كمان حاجة تانية خالص، انك تغسلي المواعين مع بنت من البنات اللي معاكي في البيت، وتفضلوا بقى تحكوا بقى وتتسلوا مع بعض. طبعا يعني اللي بيفطر بكميات كبيرة من الاكل في رمضان، رز ومكرونة ولحمة وفراخ وجلاش ومكرونة بشاميل والهيصة دي كده كلها،
طبعا يعني بعد الفطار هيحس بتقل، بس على فكرة احلى حاجة ان هم ياكلوا الرز والمكرونة وكده، وياكلوا معاها معلقتين سلطة علشان الدايت، تمام. طبعا بعد كل الفطار دوت هيحس بتقل، ومش هيقدر يروح يصلي صلاة التراويح، مع انها من افضل العبادات اللي ممكن نعملها خلال شهر رمضان. الفكرة رقم 10 معايا، وهي لو عندكم قرايب جيران اصحاب ما توصلتوش معاهم من زمان او ان انتوا ما شفتوهمش، في رمضان هو افضل فرصة تقربكم من اللي حواليكم، تقدروا ان انتوا تشاركوا معاهم طبق حلويات او اي طبق حلو بقى حادق من اللي انتوا عاملينها في البيت. وكمان ممكن حاجة تانية ان انتوا تعزموهم عندكم في بيتكم، وتبعتوا لهم بقى ايه، او ممكن تبعتوا غير كل الحاجات دي مسج لطيفة على واتساب وتسألوا عليهم. اخر نصيحة او اخر فكرة معايا النهاردة، بقول لكم اللي يقدر يعمل عمرة في رمضان اوعوا تضيعوا الفرصة دي في رمضان، لان اجرها باجر حجة كاملة، تمام. واللي مش بيقدر ان هو يروح يعمل عمرة، فاحسن حاجة ان هو يفضل قاعد بعد صلاة الفجر يقرأ قرآن ويدعي ربنا ويذكر ربنا، ودي كمان باجر حجة. تخيلوا كده بقى لو بتعملوها كل يوم. بس كده يا حلوين، اكون وصلت لنهاية الفيديو بتاع النهاردة. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالفيديو. حاولت بقى ان انا اظبط الفيديو على قد ما اقدر، وبتمنى يا رب يكون فعلا عجبكم وتكونوا استفدتوا كتير جدا. وكمان يكون رمضان اللي جاي دوت ان شاء الله يكون رمضان خير وجميل جدا عليكم. هو كل رمضانات حلوة الحمد لله. وكمان بقى تفرحوا بقى بالفوانيس وكده. وبحب اوجه لماما رسالة من الفيديو دوت، بقول لها يا ماما هاتيلي فانوس، هاتيلي فانوس السنة دي يا ماما، انا هنتظره النهار السنة دي. ماما بقى تجيب لي، بابا اي حد، بس انا عايزة فانوس السنة دي. ماشي يا ماما؟ دوت مش فانوس السنة دي على فكرة يا جماعة، ده فانوس السنة اللي فاتت تقريبا. تمام، بوجه لك يا ماما رساله بالفيديو دوت، وانا هخليك يا ماما تتفرجي على الفيديو دوت. تمام. ماما مش معايا دلوقتي، بس هخليها تتفرج على الفيديو. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. وما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو زي ما قلت لكم، وتعملوا شير او تفرجوه لقرايبكم واصحابكم. وبحبكم كتير يا حلوين، وباي.